ازيكم؟ يا رب تكونوا زي الفل. في الفيديو بتاع النهارده انا هكلمكم عن استخدامنا للادابالين او مشتقات فيتامين أ والريتينول. قبل اي حاجه محتاجه اقول لكم ان بجد ده من ارخص واحلى الحاجات الافكتيف في البشره. هتستخدموا حاجه بجد خطيره، ولو عايزين تشوفوا النتيجه هتلاقوها في اخر الفيديو، والاهم ان انتوا تتبسطوا ومتنسوش تقولوا رايكم. اول حاجه انا اتاخرت في الفيديو ده، اتاخرت لان بصراحه انا مش بحب اقول على حاجه حلوه او وحشه الا لما اجربها. والادابالين او مشتقات فيتامين أ عامه بتحب الاستخدام الطويل، شهر واتنين وتلاته. فانا تقريبا من اول شهر 9 اللي فات وانا بجربه. فهتسالوني ليه من اول شهر 9 يا جاكلين؟ لان شهر 9 تقريبا كان بدايه الشتاء، او يمكن اواخر شهر 9 كمان. لان غلط جدا نستخدمه واحنا بعدين ننزل الشمس، ولو نسينا الصن بلوك بيحصل اريتيشن. فانا اخترت اكتر وقت لو نسيت احط صن بلوك ما اتضررش. انا هحكي لكم كل حاجه عشان حاساكم تهتوا مني. اول حاجه، مشتقات فيتامين أ او ريتينويد بتعمل ايه في البشره؟ هي بتسرع من عمليه تجديد خلايا البشره، وبالتالي هتسرع من افراز الكولاجين والالاستين اللي موجودين وهتزود كميتهم. فهيحصل نوع من انواع شد البشره والنضاره. كمان فيها مواد بتعالج الحبوب واثار الحبوب، وبتقضي على كل انواع الحبوب قبل ما تطلع. فكده ينفع للناس اللي عايزين يشدوا البشره ويعالجوا الكولاجين، وينفع للناس اللي عندهم حبوب واثار حبوب، او عايزين يوحدوا لون البشره. يبقى احنا كده عرفنا مين اللي هيستخدموا الادابالين. اي نوع بشره بيستخدمه؟ اي نوع بشره بيستخدمه، بس في بعض الارشادات اللي لازم ناخد بالنا منها. اولا، ما ينفعش ننزل في الشمس اطلاقا بيه. يعني لو حطيناه الخميس بالليل قبل ما ننام، لان هو بيتحط قبل النوم وبننام على طول، مفيش مشكله من اشعه البلو لايت اللي هي الاضاءه والموبايل، بس في مشكله من اشعه الشمس. ما ينفعش احطه الخميس وانزل الجمعه الصبح من غير صن بلوك. لازم اكون حاطه صن بلوك، ويفضل اني ما انزلش في شمس مصر الشديده في فتره الصيف. عشان كده انا حبيت اجربه في فتره الشتاء، بحيث ان الشمس بتبقى لطيفه، وبرده بنبه على نفسي اني ما انساش الصن بلوك. تاني حاجه، ما ينفعش خالص مع الحوامل. اكيد ما ينفعش مع الشمس ولا ينفع مع الحوامل. كده احنا عرفنا مين اللي يقدر يستخدمه ومين اللي ما ينفعش يستخدمه اساسا، وايه احتياطاتنا. مشكلتنا الوحيده مع الشمس. ايه اعراض الادابالين الجانبيه؟ الاعراض الجانبيه، اولا بيطلع حبوب كتيره جدا، لانه بيساعد على تطليع البكتيريا اللي تحت الجلد، فهيطلع حبوب في بدايه فترته. فلما يطلع حبوب ما بوقفش استخدامه. اتنين، هيعمل نوع من انواع الاريتيشن اللي هو الالتهابات. لما يطلع الاريتيشن او الالتهابات ما نبطلوش برده، هنكمل عادي. تلاتة، من اعراضه الجانبيه ان هو بيساعد على تقشير البشره، وده عرض جانبي مش هدف اساسي. احنا بنحاول نسرع تجديد خلايا، هو ده هدفه. لو طلع معانا جفاف زياده او قشور للبشره، يبقى محتاج مرطب قبله. يبقى لازم نعالج الفكره دي بان احنا نحط قبل الادابالين مرطب. وانا هقول لكم على طريقه تخلي كل الاعراض دي ما تطلعش، ولو طلعت تمشي بسرعه. ازاي ابدا استخدم الادابالين، وازاي اقدر ان انا ما اجيش اي عرض من اعراضه الجانبيه دي ولا يهوبوا ناحيتي، ولو طلعوا زي مثلا حبيتين ثلاثه امشيهم بسرعه. اولا انا لازم ابدا بالادابالين، النسبه بتاعته تكون 1/10. دي اقل نسبه انا بستخدمها. ويفضل انك تبداي بالادابالين مش باي حد من اخواته زي الاكراتين والحاجات التانية دي، لان بيبقى فيها مواد اعنف من ده شويه. فلازم لو هتبداي على بشره جديده تستخدمي الادابالين اول حاجه نسبه، اقل نسبه. بعد كده شهر اتنين تلاته ابقي على النسبه بتاعتك زي ما انت عايزه. طيب خلاص اوكي. في حاجه تاني، طبعا ما ينفعش خالص نحط الادابالين كستيب نمبر 1. انا كجاكلين بستخدم الادابالين ازاي؟ بحط الاول على بشره منديه الموسترايزر بتاعي، بعد كده بحط الادابالين، بعد كده بحط الموسترايزر طبقه تانية. وده تكنيك اسمه الساندويتش تكنيك، وده بيفضل جدا من خبراء التجميل بره مصر. سمعت اكتر من فيديو انك تستخدمي الريتينويل او الادابالين او اي حاجه مشتقات فيتامين أ، يفضل انك تحشريها از ساندويتش تكنيك. يعني الموسترايزر، بعد كده الادابالين، بعد كده الموسترايزر. لو عملنا الساندويتش تكنيك ده يبقى احنا كده زي الفل، ومش هنعاني لا من جفاف ولا من التهابات. طب ليه بنعمل كده؟ على بشرة مندية بنحط المرطب عشان نحبس كمية المية اكتر فنرطب، لان هو احتمال ان هو يجفف البشرة اكتر، وبالحركة دي بنحبسه وكأننا بنضغطه للبشرة يفيدها من غير ما يجففها، لان احنا في شتاء ومش عاوزين اي نوع من انواع الالتهابات. طيب الحبوب اللي بتطلع لنا، اصلا الادابالين بيتحط بكميه بسيطه على الحبوب واثار الحبوب. فممكن توزعيه على بشرتك كتجديد للخلايا، طبعا بما فيهم الحبوب واثار الحبوب. بس
خلي بالك خلي بالك خلي بالك، الادابالين ما بيتحطش حوالين العين ولا الفم ولا المناخير. نركز تاني، تحت العين، حوالين المناخير، وحوالين الفم هنا. تحط على كل حاجة تانية، والكمية اللي احنا بنحطها بتبقى كمية قد حبة البسلة بالظبط على الوش كله. بندفيها على ايدينا او بنوزعها على البشرة، وبعدين بنبلند كده بالراحة خالص. وخلي بالنا واحنا بنوزع ما نحطهوش في اي حتة من الحتت دي. اهم حاجتين بقى واللي لازم تحطوها في اعتباركم، اول حاجة انا جنب الادابالين ما بستخدمش اي حاجة تاني، خصوصا حاجات مشتقات فيتامين سي. انا كجاكلين حبيت قوي ان انا وانا بستخدم الادابالين استخدم الادابالين بس، يعني ما جربش معاه حاجه فيه كولاجين، حاجه فيه نيسيناميد، لا، هو الادابالين كساندوتش تكنيك موسترايزر ادابالين، بعد كده موسترايزر اللي هو مرطب ادابالين مرطب. طريقه استخدامنا او دخول الادابالين بشرتنا، اتفقنا انه مش هيتحط على بشره ساده، هيتحط على مرطب. تمام. استخدمه ازاي يا جاكلين؟ كل يوم؟ لا، مش كل يوم. الادابالين بيستخدم في بدايه الامر مرتين بس في الاسبوع، وتشوفي نفسك هل النتيجه تمام ولا لا. انا كجاكلين اول فتره ليا اللي هي تقريبا اول شهر كنت بستخدمه مرتين في الاسبوع، وبغسله بعد 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده زودت المده خليتها ساعه. بعد الشهر الاولاني بدات اخليه 3 مرات في الاسبوع وبسيبه وبنام بيه تاني يوم. بعد الشهر الثالث بقيت بحطه يومين واريح يوم، يومين واريح يوم، وبرده بسيبه وبنام بيه. دي الحاجه اللي حسيت ان الادابالين بطيء شويه معايا، بس دي اللي خلتني ما اطلعش حبوب ولا اجهد بشرتي ويعمل لي اريتيشن. دي اللي نفعت معايا انا كجاكلين، ودي الطريقه اللي انا شايفه انها صح. ولغايه دلوقتي انا ما حطيتش الادابالين بشكل مستمر كل يوم، بحطه يومين واريح يوم، يومين واريح يوم، وبصحى تاني يوم بغسل وشي كويس جدا عشان ما اسيبش اي اثر للادابالين على بشرتي، وخصوصا لو نازله. وما بنساش الصن بلوك، المهم ما ننساش الصن بلوك. طريقه تانية للاستخدام، الطريقه اللي فاتت دي طريقه بطيئه جدا انا استخدمتها عشان كنت خايفه على بشرتي ومش عارفه الادابالين هيعمل معايا ايه. بس لو انتوا عاوزين نتيجه اسرع من الادابالين، يعني انا مثلا ما غيرتش النسبه بتاعتي لغايه دلوقتي، وانا النهارده وانا في الشهر الثالث تقريبا انا ما غيرتش النسبه بتاعتي. بس لو انتوا عايزين نتيجه تدي اسرع، كل اسبوعين هستخدمه بالطريقه العاديه مرتين في الاسبوع لمده ربع ساعه بطريقه الساندوتش تكنيك، وهنام واصحى تاني يوم احط الصن بلوك. من اول الاسبوع الثالث هبدا ازود الكميه، بمعنى مش الكميه اللي انا هحطها، لا، هزود كميه الوقت. يعني هحطه ساعة ساعتين 3، او ممكن انام بيه طالما انا ما اتحسستش منه. وبكده يبقى انا سرعت العملية بتاعتي، قعدت اسبوعين على الدخول الادابالين على الطريقة البطيئة. بعد كده من الاسبوع الثالث، مش من الشهر الثاني، من الاسبوع الثالث بدأت ازود الكمية وانام بيها. يعني ايه ازود الكمية؟ يعني عملته 3 مرات في الاسبوع، نفس حبة البسلة على وشي او على الحبوب، وانام بيها، مش هحطها ربع ساعة. ومن اول الشهر الثاني ابدا بقى استخدمه يومين ويوم اجازه، يومين ويوم اجازه، يومين ويوم اجازه، واحطه برده وانام بيه. وبكده يبقى احنا تجنبنا مشاكل الادابالين، وفي نفس الوقت سرعنا من العمليه دي. وممكن بقى من بدايه الشهر الثاني او في اواخر الثاني نغير نسبه الادابالين اللي هي 1/10%، ونستخدم النسبه الاكبر واللي هي 2/10. معلومه مهمه كمان، لو انتوا صغيرين في السن ومش محتاجين ان انتوا تجددوا الكولاجين، يعني لو انتوا اقل من ال20 وعايزين تستخدموه، بنحطه على الحبايه بس. بمعنى ان انا عندي 16 سنه، عندي 17 18 سنه، مش محتاجه اجدد الكولاجين اصلا، انا في سن صغير عايزاه استخدمه كعلاج للحبوب واثار الحبوب والمسام الواسعه. يبقى المكان اللي فيه حبوب واثار حبوب ومسام واسعه على حسب المشكله اللي عندك تستخدميه فيه. اكتر من كده لا. نقطه بسيطه خالص، وبسيبه كده وكده وكده على الحبايه وبمشي. صح، نسيت اقول حاجه، ما ينفعش نستخدمه من غير صن بلوك، لازم تاني يوم نحط صن بلوك. حاجه مهمه كمان، ما ينفعش مع الحوامل ما بيستخدموش لا ادابالين ولا اي حاجه من اخواته التوائم زي الاكراتين وكده. حاجه كمان نسيت اقولها، لو طلع لنا حبوب في البدايه او عمل لنا اي عرض جانبي زي الجفاف او التهابات، بكمل مش هوقفه. الطريقه اللي انا قلتها لكم اللي هي الساندوتش تكنيك المرطب، بعد كده بعد كده مرطب، مش هتخليه يعمل لكم لا جفاف ولا يعمل لكم التهابات. هو بيعالج الحبوب اللي تحت الجلد، عشان هو بيعيد تجديد خلايا الجلد وبيسرع من التجديد فبيعمل تنشيط وبيطلع الحبوب اول باول، فساعتها هيعالج الفسافيس الصغيره اللي كلنا مش عارفين سببها. بس برضو هيعمل لنا في البدايه شويه حبوب كتار نقلق او نخاف او نوقفه اطلاقا. بيتهيألي كده انا قلت لكم كل حاجه، وطريقه الاستخدام عملي، وازاي ندخله بشرتنا وبنستخدمه لايه وهو بيعمل ايه وايه الاعراض الجانبيه وازاي اتجنبها. لو حد عنده اي سؤال يسيبوله في الكومنت، واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا.
ودي النتيجة. باي باي.